تاريخ مصر مليان بالأسرار والخفايا، تقدر تقول كده إنه لغز. كل الباحثين والمستكشفين بيحاولوا يلاقوا له حل، من الأهرامات العملاقة للمعابد اللي بتحكي قصص عن الآلهة وعصور فاتت. كل حجر وكل نقش فيه وراه سر مستني اللي يكشفه، وعلشان كده عملنا السلسلة دي واللي هنحاول فيها نلاقي تفسير للحاجات الكتيرة المجهولة فيها، ونقول لكم برضو كل النظريات والتحليلات المطروحة بخصوص كل موضوع. لو قلت لكم ان اسطورة أتلانتس مش قصة خيالية وانها موجودة فعلا على ارض الواقع، لا وكمان هنا في مصر على بعد اميال من شاطئ البحر المتوسط، هتصدقوا ولا لا؟ الحكاية بدأت يوم 19 سبتمبر 2023 لما اعلنت مصر اكتشافها لمعبد الاله افروديت، اله الحب والجمال في الحضارة اليونانية في مدينة اسمها توينس. هما مش بس اكتشفوا المعبد ده، لا اكتشفوا معاه كمان قطع اثرية برونزية وخزف مستورد من اليونان وبقايا مباني وحلي من الذهب. كل الاكتشافات دي كانت بفضل البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية برئاسة فرانك ديو. تعالوا بقى نفصل المدينة دي سوا ونعرف تاريخها وقيمتها. مدينة توينس بيرجع تاريخها للقرن الثامن قبل الميلاد، مدينة ساحلية اتبنت على الفرع الجنوبي للنيل قرب الإسكندرية، والبقايا بتاعتها لسه موجودة لحد دلوقتي في خليج أبو قير. مدينة توينس كانت مدينة مهمة بسبب مكانتها الدينية والاقتصادية والتاريخية، وكانت من أهم الموانئ التجارية قبل ما يأسس الإسكندر الأكبر الإسكندرية 331 قبل الميلاد، وده لأنها اتبنت على مجموعة من الجزر في دلتا النيل، وكان بيطلق عليها مدخل بحر اليونانيين، وده اتوثق في لوحة اكتشفت سنة 1899. المدينة كانت مليانة بالحياة الطبيعية لحد أواخر مصر القديمة، وكانت مليانة بالمعابد والمنازل والجسور. مش بس كده، لا دي كمان كانت مهمة على المستوى الديني، وده اللي عرفناه بسبب اكتشاف آثار جنائزية وبقايا المعابد أثرية زي معبد كليوباترا اللي توجد فيه. واكتشاف زي ده ممكن يوصلنا في يوم من الأيام لمقبرة الملكة كليوباترا اللي مختفية لحد دلوقتي، زي ما قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة. كمان مدينة توينس تاريخها مليان بالأساطير المصرية القديمة، كما يقال يعني إنها المكان اللي لقت فيه إيزيس آخر جزء من جسم أوزوريس اللي تم قتله على يد أخوه، واحتفظت إيزيس بآخر جزء من جسمه في مزهرية في مدينة توينس. حتى اسم المدينة مبني على أسطورة، لأن اسم المدينة المصري الأصيل توينس، ولكن اتسمت هيراكليون واتشهرت بيها بسبب الأسطورة اللي بتقول إن الملك هيراكل وزوجته زاروها في مرة من المرات. والمدينة لها تاريخ طويل وقديم لأنها عاصرت عصور مختلفة من أول الفتح المقدوني وعهد البطالمة وحكم كليوباترا لحد الاحتلال الروماني والفتح الإسلامي. لكن السؤال هنا بقى، اللي يخلي مدينة قوية زي دي تغرق؟ في الحقيقة في نظريتين في الموضوع ده. النظرية الأولى بتقول إن في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد ضرب المدينة مجموعة من الزلازل وحصل فيها فيضانات شديدة ارتفع فيها منسوب مياه البحر، وطبعا بما إنها مدينة ساحلية كان من السهل إنها تنهار في الفيضانات دي وتغرق. ولكن النظرية الرئيسية بخصوص غرق المدينة في نظر الدكتور جو ديو رئيس فريق البحث هو إن السبب في الغرق الرواسب الغير مستقرة اللي اتبنت عليها المدينة، وبسبب ان الرواسب دي ما كانتش مستقرة أثرت فيها الزلازل والفيضانات بسهولة. واكتشاف المدينة لأول مرة ما كانش سنة 2023 لأن تم اكتشافها سنة 1933 بواسطة طيار في السلام الجوي البريطاني لما شاف وقتها أجسام غريبة تحت المية، بس ما تمش اكتشاف المدينة بشكل كامل زي ما اكتشفها فريق البحث في 2023. وفي مرة لما كان عالم الآثار الدكتور فرانك جوديو بيدور في السواحل المصرية على سفن حربية فرنسية متبقية من معركة أبي قير، اكتشف أول خيط دله على مدينة هيراكليون. وبعد أعمال بحث كتيرة اكتشفوا معابد كانت مخصصة للآلهة آمون وهرقل وفونسو، واكتشفوا برضو العديد من الآلهة وزوجاتهم والحلي ومجوهرات ليهم ومقتنياتهم. كمان اكتشفوا 64 سفينة و700 مرسى وتوابيت وعمولات وحطام سفن أسطول نابليون، وده على حسب كلام الدكتور إيهاب فهمي ورئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة. وفي معارض كبيرة كان ليها الانفراد بعرض جزء من الآثار اللي تم اكتشافها زي معرض أوزوريس وآثار ممر الغارقة سنة 2015 و2016، ومعرض مدن غارقة في عوالم مصر 2016، ومعرض كنوز مصر الغارقة 2020. في سنة 2023 أعلنت مصر اكتشافها معبد الإله إفروديت اللي من القرن الخامس قبل الميلاد وآثار لمعبد أتون. صرح الدكتور وعالم الآثار فرانك أوديو بأنهم لازالوا في بداية البحث وقد يحتاجوا العمل بكثافة وجهد أكبر خلال ال 200 سنة الجايين. دلوقتي حابين نعرف رأيكم في موضوع النهارده، وهل تفتكروا ممكن في يوم من الأيام نلاقي مقبرة الملكة كليوباترا؟ في النهاية لو انت عايز تعرف أكتر عن تاريخ مصر ومش حابب علامات الاستفهام اللي موجودة حوالين مواضيع كتيرة تخص حضارتنا، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب.